السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. هنعمل مع بعض بقى ايه روتين النهارده في المطبخ. هنعمل مع بعض تفريز الفلفل الالوان. جبت نص كيلو. تمام. هفرزه، هغسله كويس جدا وهفرزه معاكم. تمام. وهنعمل مع بعض الغدا مع بعض. قطعت خلاص الفلفل شرايح اهي طويله. تمام. دي هخليها مثلا لشاورما، دي للشيش طاووق. تمام. والتانية دي ايه ممكن احطها في ايه، في طاجن لحمه، في طاجن فراخ في الفرن، تبقى جميله قوي. بطاطس، الكلام دوت كله بتبقى حلو قوي. احطها في اكياس التلاجة. كيس دول في الفريزر، دول بتوع الشاورما والشيش. تمام. لو عملت اي طاجن بقى فراخ لحمه، وديت هعمل بيها الاكله بتاعت النهارده. معايا بقى ايه، ربع كيلو لحمه مطلعاه من الفريزر، هنعمله مع بعض. تمام. ايه معايا الطاجن، ومعايا بصلايه بقى، وكام فص من الثوم، ومعايا الربع كيلو اللحمه طبعا شطفتها كده برضو، وانا كنت شطفاها ومفرزاها في الفريزر. تمام. ومعايا الفلفل والبصلايه هقطعها، وهنعمل الطاجن الصغنون ده للوجبه. خلاص البصل حلقات كده، والثوم، ومعايا اللحمه. تمام. هحط فلفل اسود وملح وشويه بهارات كده وشويه زيت. مش هعملها بسمنه ولا حاجه. تمام. بطاطس، هعمل شويه بطاطس. تمام. احمر شويه الزيت بقى، طبعا نحمر البطاطس في شويه الزيت. تمام. بقى ايه، فلفل اسود، بهارات اللي هي 7 بهارات، شويه ملح، بابريكا. تمام. هنحطهم على الطاجن بتاعنا كده. عايزه ما تحطيش ملح دلوقتي، زي ما انت عايزه. حط شويه زيت كده، انا بنحبها بالزيت. طبعا الفلفل الالوان بيديها طعم جميل جدا للطاجن بتاعنا. طبعا هنحطه في الطاجن. نحط لها شويه ميه صغيره وتغطيها كده لغايه لما تحطيها في الفرن، لغايه ما ايه ما تستوي. نسيبها بقى بتاع ساعه الا ربع كده في الفرن، ونرجع لحضراتكم. كده اتاكل منه بطاطس اصلا، وعملت الطاجن الجميل اهو، والعيش وشويه ترشي. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى كده يعجبكم. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. بصوا اللحمه استوت اهي جميله اهيت. تمام. اتمنى كده تدعموني كده باللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.